بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. حياكم الله. دعنا شيخ نبدأ في صلب الموضوع اليوم. نعرف كما يعرف كل مسلم أن القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى، وهو المنهجية والشرع والدين الذي يتبعه كل مسلم، ونعلم كذلك أنها رسالة سماوية. بشكل عام، ما هي الرسالات السماوية؟ ما هي خصائصها؟ وما الفروق بينها شيخ دكتور حسن؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لمفهوم الرسالة، من كلمة رسالة تفهم أن هنالك مرسل وأن هنالك مرسل إليه وأن هنالك رسالة بينهم. فالمرسل هو الله جل جلاله، والمرسل إليه هو هذا الإنسان المكلف، والرسالة هي مضمون ما يريده الله تبارك وتعالى من عباده. وهذه المسألة تحديدا، قضية الرسالات، لها علاقة منذ بداية الخلق، لها علاقة ببداية آدم عليه السلام، عندما قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم لما حصلت على كلنا مسألة إدخال الجنة وأمر الله تبارك وتعالى له ولزوجه أن لا يأكلا من هذه الشجرة، ثم أكلا منها فبدت لهما سوآتهما إلى آخر ما قال. ثم قال الله تبارك وتعالى لهم: اهبطا إلى الأرض أو اهبطوا إلى الأرض. فهذا الهبوط إلى الأرض اقترن بموضوع الرسالة، اللي هي سلفا كانت واضحة أن الله يريد أن يجعل في هذه الأرض خليفة. نعم. مهمة هذه الرسالة هو تحديد المهام الوظيفية لما يريده الله تبارك وتعالى من هذا المكلف الذي يريده خليفة في الأرض. وهنالك زوده في لحظة الخلق بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وسنلاحظ بأن هذا العلم له علاقة بمعطيات المعرفة المادية لهذا الوجود، بمسميات هذا الوجود، قوانين هذا الوجود، أنظمة هذا الوجود، كيف يتم تعامل آدم من خلال هذا العلم وهو يريد أن يهبط إلى الأرض. هذا الجانب العلمي. هذا الجانب العلمي. الجانب الآخر، كما يقال بأن العلم يعرفك عن ماهية الأشياء. أنا يمكن أن أقول لك الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، هذا تعريف لماهية الماء. نعم. الماء هو هكذا. لكن كيف تتعامل أنت مع الماء؟ فيما يستخدم هذا الماء؟ كيف تستطيع أن تفعل في هذا الماء أبعد من الجانب المادي المحض؟ هذه قضية لا يتعرض لها العلم بمعناه الذي على الأقل انتهت إليه الآن حالة تعريف العلم. تعريف العلم هو ما ثبت بالحس والتجربة، ليس العلم الآن بالمعنى القرآني. المعنى القرآني أوسع شوي، لكن دعني أتعامل مع العلم كما هو الآن في واقعنا المعاصر. العلم عنده ما ثبت بالحس والتجربة. فالعالم يطلق على صاحب المختبر الذي يتعاطى مع الماديات. نعم. فيخبرك العلم بماهية الأشياء. فالعلم هو توصيفي إخباري، يخبرك بالشيء. هنا في قضية أخرى يعالجها الدين، وهو ما وراء هذا الجانب المادي. ماذا تفعل أنت في هذا الشيء؟ كيف تتعامل؟ فإذا العلم تعريف عن الماهية، والدين تعريف عن كيفية التعامل مع هذه الماهية باختصار. كيف تتعامل؟ ولذلك يسميه القرآن هدى. فإما يأتينكم مني هدى. لاحظ هنا قال علم آدم الأسماء، وبالتالي سبحان الله انفتاح البشرية على العلم والتعاطي المادي مع الأشياء متاحة للكل، ليست هنالك مشكلة. كل من آتاه الله عقل وضرب في الأرض
وتعرف على أسرار هذا الكون يعطيه الله من هذا العلم ما شاء، ما في مشكلة. ولكن موضوع الهدايات مقترن بالسماء، حصل مقترن بالسماء. فإما يأتينكم مني هدى. فالله تبارك وتعالى يريد أن يقول بأن والله أنا زودتك بأدوات المعرفة والعلم وكيف تستفيد في الأرض وتضرب في الأرض، أما كيف تتعامل بأحكامي في الاستخلاف فهذا مرتبط برسالتي. وبالتالي الذي يريد أن يفصل نفسه عن حالة الهداية السماوية ويريد أن يتعاطى مع حالة العلم المادية له من هذا الحظ في الإطار المادي ويستفيد بطبيعة الحال، ولكنه يستفيد استفادة منقوصة، لأن العلم نفسه يمكن أن يتحول إلى كارثة. هذه واحدة من الإشكالات كما يقول بعض فلاسفة الغرب بأن العلم يعني أدخلنا في مساحات من النور ولكنه أظلم علينا، أظلمت القلوب مع إنارة العلم. يعني هو صحيح أنار مساحات واسعة، لكن لأنه حجبنا عن الهدايات القرآنية وهدايات السماء فإن القلوب أظلمت. فباختصار شديد موضوع الرسالة هي هذا المنزل من الله في شكل كلام، في شكل كتب، في شكل رسل. يعني في البداية مثلا كانت العلاقة علاقة مباشرة، كانت الملائكة تتنزل. فترة آدم عليه السلام كانت تتنزل الملائكة إلى فترات على كل طويلة، ثم بدأنا من عالم التشخيص انتقلنا إلى عالم التجريد. بدل أن يأتيك الملك مباشرة لا، دخلنا في عالم الغيب. وإلا لو تلاحظ إلى فترة موسى عليه السلام كان التعامل المادي حاضر، كان تعامل السماء المادي مع الأرض حاضر. يعني بني إسرائيل مثلا يطلبون أشياء مادية، والله تبارك وتعالى يعطيهم. يطلبون مائدة من السماء فتنزل عليهم مائدة من السماء. هذا على كل كان تعامل السماء المادي مع الأرض كان موجود. لكن ما يهمنا هو أن السماء تتعامل مع الأرض وفق هداية أما نسميه بالله. فإما يأتينكم مني هدى، أي هذه الرسالات. من يحمل هذه الرسالات يحملها بشر مثلكم يعيشون معكم يمتثلون هذه الرسالة. هذه الرسالات تختلف من فترة لأخرى. ما نعلمه الآن من كتب مسماه في القرآن الكريم، مثلا نعلم الزبور لداود، ونعلم الإنجيل لعيسى، ونعلم التوراة لموسى، ونعلم القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن هنالك صحف لإبراهيم عليه السلام. لكن أيضا نؤمن إجمالا بأن بغض النظر عن معرفة الأسماء أن نوح عليه السلام كانت له رسالة، هود عليه السلام كانت له رسالة، صالح عليه السلام كانت له رسالة، شعيب عليه السلام كانت له رسالة. كل هذه نؤمن بها بأنها رسالات الله تبارك وتعالى. ولكن نحن القرآن الكريم باعتباره آخر ما نزل إلى الأرض على كل نؤمن به، ويبقى بعد ذلك ما هي الفروق بين هذه الرسالات أو الخصائص. أحسن. هنالك دعني أقول بأن هنالك مشترك بين كل هذه الرسالات، وهو التوحيد والاتباع. التوحيد والطاعة، أي توحيد الله وعدم الإشراك به، ومتابعة الرسول المبعوث بالرسالة وطاعة هذه الرسالة. هذا مسألة مشترك بها، يعني كأصلين. يعني كل من نوح عليه السلام كلهم يقولون لا إله إلا الله فلان رسول الله. فمن بعث إليهم نوح لا إله إلا الله نوح رسول الله، إلى أن بعث النبي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أصل الرسالة، هذا أصل الرسالة. في هذا يتفقون في الإجمال، ليس هنالك مشكلة. يختلفون فيما يمكن أن نسميه الحد الأدنى في الرسالات والحد الأعلى في الرسالات. الحد الأعلى في الرسالات هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ده السقف الأعلى الذي بلغته الرسالة. الحد الأدنى في الرسالات كان مع نوح عليه السلام. نوح عليه السلام البشرية كانت محدودة، العلاقات الإنسانية كانت محدودة، كثير من الأنظمة المعقدة التي دخلت بعد ذلك كانت محدودة. ستلاحظ بأن نوح عليه السلام مثلا في منظومة القيم وفي إطار الأوامر والنواهي كانت أشياء محدودة جدا، مثلا توحيد الله، التوبة، الاستغفار، بر الوالدين. مختصر على هذا. مختصر على هذا. تأتي بعد ذلك إلى مرحلة أخرى. نوح يعني جاء هود عليه السلام. هود عليه السلام ظهرت مسألة الاستكبار في الأرض والعلو والطغيان وكذا. فانتقلنا إلى إضافات جديدة. صالح عليه السلام دخلنا أيضا في مرحلة أخرى. ففي فترة هود عليه السلام وفترة صالح عليه السلام يتحدث القرآن عن مسألة الأنعام وتملك الأنعام واستحواذ الأرض. في فترة نوح عليه السلام القرآن لا يتناول هذا الموضوع. أي أن الرسائل كانت تأتي بحسب التشريعات التي يحتاجها. أيوة، بحسب التطور البشري المادي على الأرض وطبيعة التشكلات في الأرض، وتأتي الرسالات. نعم. إلى أن وصلنا
تجد أن القرآن يتناول ظاهرة التجارة والاقتصاد والمال مع شعيب، لا يتناولها ما قبل ذلك، فتنشأ هذه العام. يتناول الإطار السياسي في أفقه الأعلى مع موسى عليه السلام، ظاهرة الاستبداد والطغيان والفراعنة، وهذه يتناولها مع موسى عليه السلام، وهكذا. فنلاحظ بأن القرآن الكريم ينتقل بالإنسان شيئا فشيئا إلى أن بلغت الرسالة تمامها في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كله يسمى إسلام، ولكن تتفاوت قضية، يتفق التوحيد وتتفاوت التشريعات وتتفاوت ما نسميه بالمنهاج. لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هذا فيه اختلاف. فالشرعة هي الأحكام التفصيلية العملية المتعلقة بالعبادات والشعائر والمعاملات، والمنهاج هي الحالة الحركية التي تتحرك فيها الجماعة المؤمنة بغض النظر دعوة وهجرة وجهادا، الجوانب المتعلقة بالميدان العملي في كيفية الوصول إلى التمكين، هذا يطلق عليه المنهاج. هنالك جانب آخر وهو ما نسميه بالقيم والأخلاق، هذا ستلاحظ بأنها تتفاوت من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ نوح عليه السلام أول قيمة كانت بر الوالدين، ثم بعد ذلك تدرجت إلى بر الوالدين، تحريم الفواحش، النهي عن أكل أموال اليتامى ظلما، مسألة العهود والمواثيق، ومسألة القسطاس المستقيم في الاقتصاد، وهكذا، إلى أن نصل في نهاية المطاف أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فيه كل الوصايا اللي يمكن نسميها نحن بمنظومة القيم القرآنية. إذا اتفقوا الأنبياء كلهم والرسائل السماوية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مع اختلاف التشريعات. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. نعم. طيب لماذا اختص القرآن الكريم بالعناية والحفظ دون بقية الرسائل السماوية؟ هل لأنه يشرح الدين السماوي الوحيد والصحيح الذي هو الإسلام، أم لهذا أبعاد أخرى؟ على كل أول لله في طريقة التعامل مع البشر ومسألة الرسالات، له في ذلك حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن نحن نحاول أن نتلمس. مثلا الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن والله الرسالات السابقة ترك عملية الحفظ فيها لأهلها أو للعلماء فيها بما استحفظوا من كتاب الله، كذا استحفظوا، بمعنى الله تبارك وتعالى كلفهم بأمرين: كلفهم بحفظ مضمون الرسالة، وكلفهم بحفظ أيضا الجانب العملي في الرسالة. نعم. فأنت مكلف بحفظ النص وحفظ ترجمة النص عمليا. بالنسبة للرسالة الخاتمة، الله تبارك وتعالى تولى الحفظ، موضوع الحفظ مضمون الرسالة النسخة الأصلية فيها ما مكلف بها أحد. الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد كده قضية أدوات الحفظ، كيف يتم هذا الحفظ، هذه مسألة أخرى، لكن أصل ومضمون الرسالة محفوظة من الله تبارك وتعالى، فلا يتم التعرض. طيب ليش؟ والله ممكن نقول والله لأنه كانت الفترات في الرسالات السابقة فترات التجديد متقاربة. يعني يأتي رسول، أولا الإطار الزماني محدود، الإطار المكاني محدود، إطار الأشخاص محدود. هذه كانت طبيعة الرسالات السابقة. بعثت للناس كافة، وكان الرسول يبعث من الرسل يبعثون إلى أقوامهم، فكانت أول محدودية الأقوام الذين يبعث إليهم الرسول، محدودية الإطار الزماني، بمعنى ما بين الرسول والرسول كانت الفترة لا تطول، فيأتي بعد ذلك عملية التجديد المستمر من السماء، وبالتالي ما كانت هنالك مشكلة في قضاء الحفظ. لكن لما أنت تجعل الرسالة الخاتمة هي رسالة خالدة، وبخلود هذه الرسالة ستستمر استمرار الحق من السماء، فالله عز وجل هذه النسخة الأصلية حفظها إلى قيام الساعة. ولذلك لما عرف العلماء عندما قالوا والله ما هو القرآن، قالوا القرآن هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني نزل منه وفي النهاية يرفعه الله تبارك وتعالى حتى لا يعرف الناس شيئا في آخر الزمان. فهذه النسخة ستظل محفوظة إلى آخر الزمان. الله تبارك وتعالى ترك لنا نحن أمرين أساسيين بعد حفظ المتن. ترك لنا موضوع العمل بها وتنزيلها، وهذه نوع من الابتلاء، وترك لنا أيضا مساحات من أنه نحن كيف نستطيع أن نفهم هذا النص القرآني. أنت يمكن الآن أن تقرأ الآية وأنا أقرأها وأنت تفهم منها شيء وأنا أفهم منها شيء بحسب الأرضية المعرفية. يعني يمكن أن يقرأها النجار ويفهم منها شيء، ويمكن أن يقرأها الفيلسوف ويفهم منها شيء آخر، وما بينهما طبعا مساحة واسعة جدا. الأرضية التي يمتلكها الفيلسوف والمفكر شيء، والأرضية التي يمتلكها العامي شيء آخر. لكن هنالك قضايا ربما ما فيها إشكال كبير، لكن أنا أتكلم هنا عن القضايا التي تحتاج إلى غوص في النظر. فعلى كل، لأن هذه رسالة خاتمة ورسالة شاملة وعامة، وستظل البشرية تقوم عليها الحجة بهذه النسخة،
حفظ الله تبارك وتعالى هذا الأمر ولم يتركه لأحد من خلقه، حتى لا يأتي يوم القيامة الناس ويقول يا رب والله نحن وجدنا النسخة الأصلية للكتاب محرفة ومبدلة وما استطعنا أن نعود إليها ولم نستطع أن نرجع. لا، حفظها الله تبارك وتعالى، وضمن كذلك جل جلاله أن يحفظ بيانها، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ المبين وحفظ البيان عليه الصلاة. طيب، هل يجب على المسلم أن يقتصر على الإيمان والتصديق بالقرآن الكريم، أم أنه يجب أن يحوي الكتب السماوية كلها؟ وهو هنالك ما يمكن أن نسميه بالإيمان المجمل، يؤمن بمجمل ما ورد من أن لله تبارك وتعالى رسل ورسالات إجمالا. نعم. وهذا الإيمان المجمل قد ينجي الإنسان حتى لو لم يعلم التفاصيل. يؤمن بأن لله رسل يؤمن بهم، ويؤمن بأن لله رسالات ويؤمن بها، لا يلزمه تفاصيل هذه الأمور بقدر ما يلزمه تفاصيل رسالته. لكن أحيانا قد يلزمك بأن تؤمن بمفصل ما جاء في قرآنك. فالله تبارك وتعالى الرسل طبعا عددهم كبير جدا، والأنبياء عددهم كبير، لكن الذين ذكروا في القرآن الكريم محدودين ومحصورين. فما جاء في قرآننا مفصلا نؤمن به مفصلا، وما جاء في كتابنا مجملا نؤمن به إجمالا. ونؤمن مثلا بأن هنالك رسلا قد قصصنا عليك ورسل لم نقصصهم عليك، فما لم يقصصهم نؤمن به إجمالا، ومن قصهم الله علينا نؤمن بهم على سبيل التفصيل. لكن هل يلزمني أنا الآن كمسلم مثلا كلفني الله تبارك وتعالى باتباع النبي أن أذهب في البحث عن تفاصيل تلك الرسالة؟ ما مكلف. أنت مكلف برسالتك، والصحيح أن هذه الرسالة ناسخة، بل هو الحق ناسخة لكل الرسالات السابقة ومهيمنة عليها، بمعنى هي التي تصحح ما يمكن أن يشوش على الناس من أخطاء أو إشكالات في الرسالات السابقة. فما جاء في كتابنا هو المصدق والمهيمن، ولست بحاجة إلى أن ترجع إلى الكتب الأخرى لتستوثق مما هو في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن يبقى بعد ذلك لو أن هنالك مثلا بعض الناس يريد أن يخوضوا في عملية الدعوة لغير المسلمين، فيلزمهم أحيانا التعرف على ما في هذه الكتب، دراسة تناقضاتها، دراسة إشكالاتها، دراسة ما جاء فيها من باب التوافق والموافقة أو من باب المخالفة وإظهار الضعف فيها. طيب، بعيدا عن موضوع الدعوة، ماذا عن العامي النظر فيها والدراسة في مثل هذه الكتب؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النظر في كتب أهل الكتاب. ويمكن عندنا الأثر المعروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء وهو يحمل وثيقة أو وريقات من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون يعني متشككون أو مرتابون أو كذا، فوالله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباع. يعني أنتم لستم بحاجة إلى البحث، أي بحث الهدايات في كتب أخرى. فالعامي ليس أصلا مكلف ولا مطالب بأن يذهب في هذا الجانب. طيب، عرفنا أن الرسائل السماوية هي الشريعة الإلهية والكتب التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليظهر فيها تشريعاته وينشر الدين وينشر توحيده وحده لا شريك له. لماذا يعني هذه بعض الأديان أو كثير من الأديان تكون مستندة على كتب سماوية؟ لماذا يوجد الآن بعض الأديان ليس لها رسائل سماوية أو ليس لها كتب؟ من أين خرجت؟ طيب، على كل أول دعني أقول بأن الإنسان متدين بفطرته. متدين بفطرته، لما أقول متدين بفطرته بمعنى أن الإنسان حاجته إلى الدين مثل حاجته إلى الطعام والشراب في البعد الروحي. كما أنك أنت ركب الله فيك أشياء في داخلك تجعلك أحيانا تجوع وأحيانا تعطش فتحتاج إلى الأكل والشراب، هنالك في داخل هذا الإنسان روح تواقة إلى معرفة الحق والصواب. هنا نلاحظ قد يهتدي الناس من خلال ارتباطهم بالديانة السماوية، قد يهتدون من خلال ارتباطهم بالديانة السماوية، وقد يتيهون من خلال التحريف والتبديل والتجريف الذي يحصل للرسالات. فمثلا رسالة عيسى عليه السلام جاءت بالتوحيد ولم تأتي بالتثليث، وبل عيسى ظل يكرر بأنه عبد الله ورسوله من الوهلة الأولى، إني عبد الله آتاني الكتاب. فعبودية عيسى مثلا مؤكدة عندنا، وأنه نطق بها وتكلم بها ودعا إليها، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ألوهيته ولا إلى بنوته من الله ولا شيء من ذلك ولا إلى ربوبيته. لكن انظر ماذا حدث التبديل، حدث التحريف بعد 300 أو
350 سنة من مولد عيسى عليه السلام، من خلال ما كان يعرف بالمجامع في ذلك الوقت، المجامع الكنسية التي كانت بين فترة وأخرى تعقد مؤتمرات ثم تتوصل إلى قرارات، وتضم هذه المسائل على كل إلى ما يعرف بالرسالة، رسالة عيسى عليه السلام. فالضلال يأتي إما من أن أصحاب الرسالة يحصل في رسالتهم تحريف وتبديل وبالتالي يتيهون، وإما أن الإنسان يكون أحيانا بعيدا عن مواقع الرسالات، يعني يكون الرسول في منطقة والشخص بعيد عن هذه المنطقة التي فيها الرسول، ولكن من داخله هنالك نداء الفطرة الذي يجعله يبحث عن الدين. ففي إطار بحثه عن الدين يحصل أحيانا لا يصيب الحق. هنا تأتي قضية ما يسمى بجوهر ما يبحثه الدين والفن. هنالك شيء في داخل الفنان يبحث عنه، أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. فالفن بشكل عام ستلاحظ أنه إجابة عن تساؤلات النفس البشرية الداخلية. فأحيانا يهتدي وأحيانا لا يهتدي. نفس الطريقة البحث الداخلي عن الأديان، بعض الناس يهتدون إلى التوحيد وبعض الناس لا يهتدون إلى التوحيد، إما لتلوث فطرتهم، وإما لخطأ في نظرهم العقلي، وإما لانقطاعهم عن النقل الموحى به من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما نراه الآن من أديان محرفة هو بهذا يعني ليس في أصل الأديان. يعني لا يمكن أن ننسب الضلال والباطل والتيه الذي نراه في بعض أهل الديانات إلى الديانات السماوية أو الرسالات السماوية التي نزلت من الله. هذه لا يمكن أن تكون، لكن إلا من باب أن والله يحصل فيها تبديل، يحصل فيها تحريف. طيب، هل توجد أديان ما لها كتب سماوية أو ما لها أصول أصلا، ليست قضية تحريف أو كذا، دين جديد مثلا جاء مثل من يعبدون البقر أو كذا؟ على كل وارد. يعني بعض الآن مثلا الأديان المجوسية مثلا، المجوسية وكثير من أديان المشرق تلاحظ ليست لها علاقة بالأديان السماوية، لكن لها علاقة بما يطلبه الإنسان في داخله من البحث عن الدين والنظر في الإله والنظر على الكون وهكذا. يعني قد نقول أنها غريزة أخطأت وبحث عقلي أخطأ ودراسة على كل للوصول إلى الصواب وأخطأت وهكذا. وبطبيعة الحال ليس من ظل يبحث عن الحقيقة للوصول إليها كمن أصلا جمد ولم يفكر أصلا في البحث عن الحقيقة في نهاية المطاف. حتى عند الله تبارك وتعالى ستجد أن الذي ظل يبحث عن الحقيقة بإخلاص وبصدق وهو يريد الوصول إليها ولم يصل إليها، وبين من لم يبحث أصلا ولا يريد الوصول إلى الحقيقة. فعموما لكن ستلاحظ جزء كبير من الأديان التي على الأرض وحصل فيها تحريف، جزء كبير منها ستلاحظ بأن له أصول ومنسوبة إلى رسول من الرسل، لأن الله تبارك وتعالى أشار إلى ما من قرية في الأرض وما من كان في الأرض إلا والله تبارك وتعالى بعث إليه رسول وبعث إليه نبي، وكانت الرسالات متصلة بأهل الأرض. وبالتالي كثير مما نراه أحيانا من انحرافات هو انحراف عن الأصل أكثر مما هو بحث عن جديد يعني. طيب، إذا نعود محور حديثنا اليوم، وهي الرسالة السماوية الخالدة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. شيخنا، هل نزول القرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بناء على ما يحدث آنذاك، لأنه ممكن ينزل حكم شرعي بناء على موقف معين أو حدث؟ إذا كان الجواب في هذا نعم، فكيف لنا أن نتعامل بنفس الأحكام بعد هذه التطورات وبعد هذه العصور؟ طبعا بعض الناس يشكل عليهم ما يسمى الآن في علوم القرآن بموضوع أسباب النزول، فيتصور بأن أي آية في كتاب الله إلا ولها لها سبب. والصحيح عموما نحن أن نسميها مناسبات ولا نسميها أسباب، لأن الله تبارك وتعالى هذا القرآن كان سينزل علينا سواء كانت هنالك حوادث وأسباب أو لم تكن هنالك حوادث وأسباب. ويمكن أن نقول أيضا فيما في كتاب الله تبارك وتعالى هنالك ما هو منزل بغض النظر وجود أسباب أو ليست أسباب، حوادث على الأرض ليست حوادث على الأرض، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنالك جملة ضخمة جدا من الكتاب تنزلت في شهر رمضان في الأيام الأولى. لكن هنالك أيضا بعض الحوادث التي وقعت في المجتمع المسلم وارتبطت بمقابلها أن تنزل أيضا معالجات قرآنية. فهنا أنت أمام نوعين من التنزيل، نوع مرتبط بمناسبة ونوع ليس مرتبط بمناسبة. يعني مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كانت ستتنزل لأنها لا علاقة بجوهر التوحيد. نعم، ما تحتاج إلى أنه مناسبة. لكن مثلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا لها مناسبة، لها ظرف، لها أعيان حصلت فيهم. فهنا أنت أمام
بعض النصوص القرآنية ترتبط بمشهد، ترتبط بمناسبة، وبعضها لا يرتبط بمناسبة. هنا السؤال: إن كانت هنالك نصوص مرتبطة بالمناسبات، كيف سنتعامل معها؟ طيب، لعلنا نسمع جواب هذا السؤال، ولكن بعد فاصل قصير. تبقوا معنا مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سنعود إليكم. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير. عودا على بدء شيخنا، كنا نتحدث في كيف لنا أن نتعامل مع أسباب النزول فيما يتعلق بقضية المناسبات. جزاك الله خير. أول فيما يتعلق بالقرآن الكريم، سبحان الله، هنالك نمط أو نوع من أنواع الإعجاز فيه، وهو إن صح لنا التعبير أن نقول إعجاز التجريد والابتعاد عن التشخيص. يعني القرآن الكريم تناول سبحان الله كل الظواهر أو فوق 90% من الظواهر دون أن يذكر لنا الاسم.
تناول قريش وأحوالها وصراعها مع النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الدموي والتعذيب، هذه كلها تم تناول هذه الظواهر، ولكن دون أن يقول لنا فلان أو زيد وعبيد. حتى قريش عندما ذكرت سبحان الله ذكرت باسمها في سورة واحدة، لإيلاف قريش إيلاف مرحلة الشتاء والصيف، في معرض على كل الامتنان ليس في معرض التجريم. هذا هو النوع من أنواع الإعجاز، ومهم جدا سبحان الله يعني في إثبات أن هذا كلام الله تبارك وتعالى. لأن الذين يعني يؤلفون أو يكتبون من البشر تغلب عليهم الشخصنة دائما، يحاولوا أن يميلوا إلى ذكر الأشخاص ويشخصوا الكتاب. فمثلا أنت الآن عندما تتحدث سورة آل عمران مثلا أو كثير من الصور عن القتال وعن المعارك، سيأتي خالد بن الوليد يوما ما وهو مقاتل في وسط المسلمين مجاهد ويكون سيف الله، يكون سيف الله المسلول. تصور لو أن اسمه كان يتكرر، واحد من أمرين، إما في نهاية المطاف عندما يكتمل المصحف تحصل تغييرات ويحصل تحديث كما يقال لما تم عشان يتناسب مع المرحلة الجديدة، وإما أن والله سيكون في إشكال حقيقي أن هذا الشخص الذي تم تناوله باسمه يعني يكون محل نقد مستمر. مثلا من قتلهم خالد بن الوليد في بعض المعارك أبناؤهم وأهلهم موجودين، فالقرآن لا يثير فيهم هذه النزعة باستمرار من خلال ذكر الأشخاص، ولكنه يتناول هذه الجزئية تجعلنا ندخل إلى ما تتعلق بالمناسبات. المناسبات هنالك قاعدة عامة في طريقة التعامل مع ما يعرف بمناسبات النزول أو أسباب النزول. هل يحصر فيها النص أم أن النص أعم من النزول؟ متفقين العلماء عموما بأن ما نزل مناسبة في شيء أول ما يدخل فيه، يعني أول ما يدخل فيه ما هو كان مناسبة. نعم. أول ما يدخل. لكن هل يحصر فيه؟ لا يحصر فيه. لماذا؟ لأن النص القرآني أعم من الشخصنة هذه. عشان كده وضع العلماء قاعدة مهمة جدا، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جميل. تنزلت آية في سبب معين لكنها في لفظها وسياقتها عامة، فأنت لا تحاول أن تختزلها في المشهد المحدود المحصور، إنما هي عامة. وبالتالي هذه الطريقة هي التي تجعلك تتجاوز التشخيص وتتجاوز الحوادث وتتجاوز المناسبات، لتجعل من النص القرآني نصا حاكما على السابقين وعلى اللاحقين. إذن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا بخصوص السبب. طيب شيخنا، ماذا عن فتنة القرآن التي جاءت في عهد العلامة أحمد بن حنبل؟ نعم، خلق القرآن عفوا. نعم. ما هي العواقب التي كانت ستنتج في حال عدم ثبات العلامة فضيلة الشيخ؟ طيب، أول موضوع فتنة خلق القرآن هي من المسائل العقدية الكلامية على كل التي ربما فتن بسببها الناس. وكان جوهر الفتنة أو أساس الفتنة ليست قضية الاختلاف فقط حول إنه والله القرآن مخلوق وغير مخلوق. نعم. ونحن معروف أن أهل السنة الجماعة عبر تاريخهم وإلى لحظة هذه الفتنة كان المسلمون يعتقدون بأن القرآن كلام الله، ولم يذهبوا أبعد من ذلك. لم يفكروا في قضية أنه مخلوق أو غير مخلوق، إنما كانوا يقولون القرآن كلام الله. ولذلك أحمد بن حنبل كان واحد من القضايا التي يعني يقولها في المجادلات والمناظرات، يقول يا أخي اكتفوا بقولكم القرآن كلام الله، ونحن نكتفي كذلك بقول القرآن كلام الله، لكن إن زدتم زدنا وإن سكتتم سكتنا. إن قلتم والله القرآن كلام الله مخلوق، قلنا القرآن كلام الله غير شنو؟ غير مخلوق. نعم. الإشكال الكبير في تقديري هو تسييس هذه القضية، بمعنى أن السلطة تدخلت، والإمام أو الإمام اللي هو المأموم والمعتصم تحديدا في الدولة العباسية تدخلوا في أنه والله في السابق كان النقاش العلمي ساحاته الميادين العامة والمساجد والمناظرات، ولم تكن السلطة هي من يحاول أن يرجح بين الآراء، سواء كانت آراء عقدية كلامية أو كانت آراء فقهية فروعية. على كل ما كان في إشكال، كانت المذاهب منتشرة والكلاميين منتشرين، والكل على كل يقول برأيه. ولم تحدث مثلا أن تدخلت السلطة لترجح كف على إلا في هذه الفترة. وللأسف الشديد الفتنة ظهرت على يد المعتزلة. نعم. كان واحد منهم ولعله ابن أبي داود، يعني هذا من الشخصيات اللي كتب في هذا الموضوع وتبنى فكرة أن القرآن مخلوق. القرآن مخلوق مناقضا لكل التاريخ الإسلامي والعلماء الذين كانوا يرون. طيب ما الذي حصل؟ إن والله المأمون تبنى هذا الموضوع
وبدأ يختبر عليه العلماء، وبدأ يريد أن تتدخل السلطة لفرض هذا الرأي العام. خلاص هو في رأيه هذه قضية عقدية وما قابلة للنقاش. ولذلك هنا لاحظ التاريخ الإسلامي ما عدا هذه الحيثية التي تدخلت فيها السلطة بشكل سافر في فرض وفي مرحلة عقلية. للأسف الشديد المعتزلة كانوا يعرفون بأنهم عقلانيين أو أنهم عقلانيون. هذه العقلانية لم تظهر للأسف الشديد في تعاملهم مع مخالفيهم في هذا الموضوع تحديدا. فبدأ ينادي القضاة وينادي العلماء، وما يعين القضاة إلا إذا قالوا القرآن مخلوق، وينادي العلماء ويقول لهم القرآن مخلوق فيختبرهم. فعلى كل ما حصل هو أن هنالك عدد من العلماء، وهنا يعني المهم كان أحمد بن حنبل يمكن أن يكون ما يظهر أصلا يعني، وكان في الجزئية هذه ما كان يمكن. لماذا؟ لأنه دعا المأمون 7 من كبار العلماء المشاهير، ومنهم يحيى بن معين، يعني معروف يحيى بن معين من الأئمة الكبار في علم الحديث ولعله من شيوخ البخاري. دعاهم واختبرهم فكلهم وافقوه في إيه؟ وافقوه في القرآن مخلوق. فلما علم أحمد بن حنبل بأن الأئمة الكبار هذول وافقوا تقية، وهو يدرك مواقفهم ويعرف عقيدتهم، هم ليس هذا قولهم، لكن كان هنالك التعذيب والقتل لمن لا يقول بهذا الموضوع. فلما رأى هذا الموضوع أحمد بن حنبل قال مقولة مشهورة، قال لو أنهم واجهوه وقاوموه لكفوا الناس شر هذه الفتنة، ولكن صمتهم وسكوتهم أدى إلى أن تجرأ المأمون على ما فعل. فأول ما 7 هؤلاء قالوا بهذا القول بدأ الآن يستدعي الآخرين، فاستدعى أحمد بن حنبل ومعه شخص آخر، وهم سبحان الله في طريقهم إلى القصر توفي المأمون. توفي المأمون وانتقل الأمر إلى أخيه المعتصم، انتقل الأمر إلى المعتصم، ولكن ظلت المسألة قائمة والفتنة نفس الشيء، المعتصم مقتنع أيضا بنفس الفكرة. فهنا على كل حصلت قضية التعذيب والتنكيل لأحمد بن حنبل، لأنه كل العلماء خلاص، وأحمد بن حنبل نظر إلى المسألة بأنه إن صمت هو فإن الأرض كأنما كلها خلت من أن يكون هنالك قائم لله بحجة، والأرض لا تخلو منه. يعني يمكن أن يأخذ الناس بالرخصة، ولكن الأئمة الذين تنتهي إليهم الإمامة لا يمكن أن يأخذوا بالرخص كغيرهم، لا يمكن أن يأخذ بالرخص كغيره، لأنه محط أنظاره قد يكون حط أنظاره محل قدوة. وربما خلاص بعد كده والله لو أحمد بن حنبل قال بقولهم يسجل هذا الأمر ويحتوي علماء الإسلام كلهم موافقون على هذه المسألة، فأقل شيء كانت ستحصل فتنة في زمانه. لكن صمود أحمد بن حنبل جعل هذه المسألة سبحان الله محل إشكال كبير جدا، وظل الناس ينظرون إلى أحمد بن حنبل باعتباره إمام أهل السنة والجماعة، ولو أنه تراجع لما كان له، لا تنازل أو أخذ بالرخصة كما أخذ غيره من الأئمة، ربما لكان ذلك من الفتن الكبيرة. طيب لماذا حصلت كل هذه الفتنة؟ لماذا سيس العلماء لهذا؟ وماذا وإن كان القرآن مخلوق في إذا كان السؤال هكذا؟ هو الخطورة طبعا في أنك عندما تقول القرآن مخلوق، عندما نقول أن القرآن كلام الله معناها صفة من صفاته. نعم. والصفة المتعلقة بالخالق إذا وصفت بأنها مخلوقة فسيتعدى ذلك إلى مخلوقية الخالق. هذه الخطورة اللي فيها. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما كان يكفر من يقول بأن القرآن مخلوق ويدرك أبعاد ولوازم هذا القول يكفره. لماذا؟ لأنك أنت وصفت الله بأنه مخلوق، فالله تبارك وتعالى صفاته ليست مخلوقة، صفاته ليست مخلوقة، قائمة به. نعم. العلم قائم به، الحياة قائمة به، الكلام قائم به، وبالتالي كل ما هو قائم بالخالق لا يوصف بأنه مخلوق له. كل ما هو بالخالق لا يوصف بأنه مخلوق. فهذه كانت الجزئية الخطيرة اللي كان يمكن الناس لو ذهبت إليها تذهب في اتجاه خطير جدا، وهو وربما يأتي فلاسفة بعد ذلك ليقولوا بأن ما اتصف به ما كان متعلق بالخالق من الصفات وأثبتتم أنها مخلوقة، إذن فالخالق نفسه مخلوق. هذه كانت خطورة الفكرة. طيب. نعم. لكن الأخطر فيها، الجانب الخطير فيها هو تدخل السلطة لفرض العقائد. تدخل السلطة لفرض العقائد وترجيح الآراء. التاريخ الإسلامي معروف بالفرق الكثيرة جدا ما لم ترفع سيف على السلطة هي كانت موجودة، أيا كان بضلالها بإشكالاتها كانت موجودة. كذلك المذاهب الفقهية كانت موجودة ولم تتدخل السلطة في هذا الجانب في فرض الآراء وفرض الاختيارات الفقهية. طيب بالحديث عن السلطة والحكم، ماذا عن الحكم في كثير من الدول
كثير من الدول تتجه إلى الحكم العلماني بعيدا عن القرآن الكريم، بعيدا عن التشريعات الإسلامية. هل عدم الأخذ بالقرآن مع عدم الاعتراض بتعاليمه يعتبر محرما شيخنا في الحكم؟ أولا دعنا نقول بأن كل من نسميهم الآن دول تسعى إلى محاولة تبني العلمنة أو تبني اللادينية، في حقيقة الأمر هي لا تسعى إليه لمعالجة واقع حقيقي يواجهها. يعني لا تسعى إلى هذا الموضوع لأنه فعلا هي تواجه مشكلة. يعني مثلا دعني أقول بأن العلمانية من ناحية تاريخية في أوروبا واجهت واقع، ففي أوروبا كانت واقعية، بمعنى واجهت واقع، وهو هنالك سلطة تسمى سلطة الكنيسة، وهنالك سلطة تسمى سلطة السياسة، فحصل تحالف ما بين سلطة السياسة وما بين سلطة الكنيسة، حصل تحالف بين سلطتين، فجاءت المنادى بالعلمانية لفك هاتين السلطتين المتحالفتين. والخطورة في أنه والله لما يكون هنالك استبداد سياسي واستبداد ديني يتحالفوا، فإن ذلك كما يقول الكواكبي هذا من أنواع الاستبداد، أسوأ أنواع الاستبداد السلطة السياسية المتحالفة مع السلطة الدينية المستبدة. فأوروبا واجهت مشكلة، واجهت كارثة. إذا دعنا نقول بأنه من ناحية تاريخية أو هذا هو الخلفية. طيب هل يمكن أن أنقل العلمانية إلى بلاد مختلفة من حيث الواقع؟ ليست يعني الآن هل في شيء اسمه المؤسسة الدينية أو السلطة الدينية في بلادنا معرفة بأنها سلطة دينية؟ لا توجد. لا يوجد. التاريخ الإسلامي لا يقول بذلك، بنية النص القرآني لا تقول بذلك. يعني بنية النص القرآني لا يحيلك إلى سلطة دينية بقدر ما يحيلك إلى سلطة النص الديني. سلطة النص الديني دي مهمة جدا، فرق بين سلطة رجل الدين وسلطة النص النص الديني. طيب هنا لما أنا أحاول أن أنقل فكرة العلمنة القائمة تاريخيا على إشكالية وحصلت في بلاد أخرى، وعلى فكرة ودي مهمة جدا لا أتجاوزها، وهو أن العلمانية أيضا المنظور الذي انطلقت منه كثير من الناس ربما لا يعرف كان منظورا دينيا. نعم. كان منظورا دينيا، بمعنى جزء كبير من فلاسفة الغرب لما طالبوا بفصل الدين أو فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية انطلقوا من النصوص المسيحية اللي كانت عندهم، بغض النظر هي صحيحة خطأ، أنا لا أناقش ذلك. انطلقوا من حالة سلفية، حالة أصولية إنجاز التعبير. قالوا والله المسيح عليه السلام قال ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ونحن من القرن الكذا كانت السلطة لحالها والدين لحاله. جاء فلان من فلان في التاريخ المسيحي ربط بين السلطتين، أوقسطين تقريبا ولا قسطنطين، ربط السلطتين وأراد أن يقوي السياسة بالدين أو بالسلطة الدينية، فنحن نعود إلى سلفيتنا. فالعلمانية الذين طرحوها كان من منظور منظور سلفي، منظور ديني في ذلك الوقت. فالمسيحية بنصوصها التي هم عليها الآن كانت تساعدهم في هذا الفصل. إذن النص الديني الذي عندهم يساعدهم في الفصل، والناحية التاريخية التي وصلت إليه المسيحية في الإفساد والإشكال في حياتهم يساعدهم على الفصل. وهنالك آلية موجودة أيضا قائمة وهي سلطة دينية وسلطة إذن الفك كان فك طبيعي وفك إجرائي، بغض النظر أنا هنا لا أقيم كان صحيح كان خطأ، لكن دعني أقول هذا الوضع الطبيعي. طيب أنت عندما تتكلم هنا في بلاد المسلمين وتقول والله نحن محتاجين إلى محتاجين إلى علمانية، أول سؤال سيسألك إياه أين هي السلطة الدينية التي نفصلها؟ نعم. أين هي السلطة؟ إذا لم تكن هنالك سلطة دينية يمكن فصلها، فمباشرة ما الذي سيحدث؟ سيحدث أنك تريد فصل النص الديني عن عن المجتمع. وهنا لم تكن مشكلتك مع سلطة، ولكن مشكلتك مع الدين نفسه، مع النص. نعم. مع النص القرآني. وهنا أنا أقول من المهم جدا أن ينتقل الحوار الإسلامي الآن من قضية العلمنة اللي هي أصلا لا واقع لها في بلادنا إلى الموقف من النص الديني. هل والله نحن نخوض صراع مع سلطات استبدت وطغت واحتكرت السلطة وبالتالي نريد أن نفصلها؟ يعني الآن يمكن أن يقال هذا الكلام في الحالة الإيرانية، لأن طبيعة السلطة هناك واضحة فيها أن هنالك سلطة دينية. نعم. وغيره، لكن في بقية بلاد المسلمين لا توجد، بالعكس هذه المسألة غير. وبالتالي هذا التمهيد ما أريد أن أقصده. أولا ليس هنالك حاجة وضرورة ماسة تجعل هؤلاء يلجؤون إلى قضية العلمانية لتجيب عن واقع ومعاناة يعانونها، يعني مشكلات مجتمعك ليست هذه واحدة. النقطة الثانية، عندما تجعل هنالك مواجهة مع النص الديني فأنت تواجه مشكلة مع المواطن نفسه الذي يتبنى هذا النص الديني. نعم. وليس مع سلطة. فإذا انتقلت أنت إلى
إلى السلطة اللادينية وليست إلى العلمانية. فرق كبير لأنك جداً. تعرضت مع النص أصلا تعرضت مع النص السلطة. مباشرة. فأنت هنا نسميه بغض النظر حكما عليك بعد قضية أخرى، أنت لست علماني. العلمانية تنادي الفصل بين سلطتين، سلطات قائمة، فهي إجرائيا ما في مشكلة. وما يحصل الآن تعارض السلطة مع النص تعارض الديني مع الدين. السلطات مع الدين مباشرة. نعم. هنا يبقى بعد كده أنت مشكلتك مع شعوبك وليست مع النقطة الأخيرة، ومهم جدا أن ننبه إليها، أو النقطة الثالثة، وهي أن ما نراه من استدعاء للعلمنة أو استدعاء للادينية كما قلت ليست لحاجة ولا لضرورات سياسية ولا حياتية بقدر ما هو مفروض علينا من الخارج. أمة مهزومة، أمة تحت الاحتلال، تحت السيطرة، تحت النفوذ الأجنبي، تحت سطوة العلمنة، تحت سطوة الغالب، تفرض علينا هذه الحالة. للأسف الشديد بدأت من ما يعرف بقضية العلمانية والعلمانية، انتهينا الآن إلى علمنة المناهج، فصار يتم التدخل في إيه؟ في مناهجنا. دعك من قضية التشريعات تجاوزناها زمان، قضية القوانين وما القوانين هذه تقريبا كان الكلام هذا قبل 70-80 سنة. نعم. وكان العلماء يتكلمون في ذلك الوقت عن قضية كفر التشريعات التي تحل محل تشريعات الله تبارك وتعالى. لكن الآن دخلنا في جانب آخر، وهو صياغة الأجيال الجديدة بمناهج. ثم وصلنا الآن أخيرا، هذه الحالة وصلتنا لإيش؟ أوصلتنا لما يعرف الآن ويروج له في المراكز البحثية ونزل الآن كمشروع سياسي، وهو الديانة الإبراهيمية. هي محاولة صياغة مشروع ديني يتوافق مع ما يسمونه بأن والله اليهودية والمسيحية والإسلام الجذور التي تعود إليها هي الإبراهيمية. طيب ما المطلوب؟ أن والله هذا الكوكتيل الثلاثي يجب أن نوجد مشتركات بينه، ويتخلى كل طرف من الأشياء التي تبعده عن الطرف الآخر. طيب أنا قائمة فكرتي الدينية على التوحيد، إن إبراهيم وهو أبو التوحيد، قائمة على هذه الفكرة. والله في كتاب نفى، قال لي والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فكأنما يقول لي أي محاولة التقاء أنت مع اليهودي والنصراني على أساس ديانة إبراهيمية، القرآن أجابك عن هذه المسألة وأنها باطلة. فلاحظ كيف انتقلنا إلى محاولات الآن فرض العقائد وليس فرض التشريعات. يعني فرض التشريعات ربما كانت مرحلة سابقة، الآن دخلنا في فرض العقائد، بمعنى أنت والله أمامك ديانة إبراهيمية، ستتنزل هذه الديانة الإبراهيمية بأصولها وبقواعدها بحيث بعد كده والله في الكتب التي يدرس بها الطلاب، ويمكن الآن بدأت البرلمانات تقريبا هذه المسألة دخلت في، وفي كل بلد للأسف الشديد خلية من الخلايا التي تابعة مباشرة للمنظومة الغربية لتقف على مناهجنا، ما هي الآيات تتصادم مع اليهودية، الآيات تتصادم مع النصرانية، بحيث يخرج لنا مسخ مشوه اسمه الديانة الإبراهيمية. هذا على كل ما ألخصه فيما يتعلق بأنه والله نحن ليست قضيتنا الآن أنه والله في حاجة إلى أنه أنا أحكم بتشريعات كذا، لا ليست كذلك. طيب إذا كانت وجدت سلطة دينية، فهي السلطة الدينية تابعة أو ناتجة عن النص الديني تحديدا، فلما تعارض السلطة الدينية أنت كذلك أيضا قاعد تعارض النص الديني. هو على كل القرآن الكريم أحالنا إلى هذا النص المحفوظ الذي ذكرناه من البداية، وهذا النص المحفوظ ميزته يتساوى فيه الجميع من حيث التعلم، ويتساوى فيه الجميع من حيث الانتماء، ويتساوى فيه الجميع من حيث الالتزام. فلا توجد سلطة مثلا أيا كانت، العالم الذي نحن نسميه عالم هو الذي يأخذ بكمال ذلك التزاما وتعلما، أخذ بكمال ذلك التزاما وتعلما، لكن لم يتحول إلى إيه؟ إلى سلطة قاهرة. لاحظ العالم عندنا لم يتحول إلى سلطة قاهرة، سلطة مستبدة، سلطة كذا. بالعكس نحن الآن في بلادنا ربما نعاني من هيمنة السلطة الدينية على السلطة، ما نسميه برجال الدين أو ما نسميه بالعلماء. المؤسسات التي تحولت إلى مؤسسات علمائية سطت عليها السلطات السياسية واحتكرت كل ما هو من شأن ديني وشأن سياسي. طيب لا، أنا أقصد كيف ممكن أن يفصل الدين عن الدولة إذا فرضنا وجود سلطة دينية، السلطة هذه ناتجة عن نص ديني، فلذلك أنت يوم تعارض السلطة أو تفصلها عن الدين أنت كذلك قاعد تعارض النص الديني. أيوة، هذا على كل يعود بنا إلى طبيعة بنية الدين نفسه. بنية الدين، هل هو الدين المنزل أتاح لك فرصة أن تقام سلطة دينية أم لم يتح لك فرصة أن تقام سلطة دينية؟ نعم. بالنسبة للإسلام لم يتح لك فرصة أن تقام سلطة دينية. لاحظت؟ يعني ما في شيء اسمه في المجتمع تنشأ نخبة منسوبة إلى رجال دين تتحول إلى سلطة مالكة لشنو؟ لأمر الناس. لأنه السلطة معناها تملك أدوات قهر، ممكن عندها شرطة، عندها جيش، عندها أجهزة مالية تأخذ الأموال، توزع الأموال، فهي تحولت بذاتها إلى إيه؟ إلى بنية سلطوية. النظام الإسلامي جعل موضوع السلطة موكول للناس الذين هم يؤمنون بالشرع.
فكلهم تقريبا يعملون على نظام شرعي ولا يعملون على نظام ديني بالمعنى الغربي. النظام الديني يخدم مجموعة التي هي على رأس السلطة الدينية. النظام التشريعي أو بعض المفكرين سماها السلطة المتشرعة. نعم. فالإسلام ينادي بالسلطة المتشرعة ولا ينادي بالسلطة الدينية بالمفهوم الغربي. السلطة الدينية بمعنى احتكار مجموعة من الناس، مجموعة من رجال الدين للسلطة. السلطة المتشرعة بمعنى الكل، الأفراد، مجتمعات بمختلف مستوياتها يلتزمون بشرع الله. الكل يلتزم بشرع الله. نعم. شاكر لك شيخنا هذا الحضور وهذا التقديم. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعين ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان. للحديث بقية، وسنواصل بإذن الله تقديمنا وحلقاتنا في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oh, oh, oh.